الإخوان، تفاصيل جديدة وصادمة في الملف ديال مقتل سائق إن درايف ياسين، والمحامي ديال العائلة كيكشف المستور. ترى هادشي بحال شي فيلم الإخوان. القضية اللي هزات المغاربة كاملين بدات بطلب نقل عادي عبر التطبيق ديال إن درايف. ياسين مشى يخدم خدمته بحال أي نهار، ولكن ما كانش عارف باللي كان كيتسناه فخ محكم. ملي وصل ركبات معاه واحد المرأة ومعاها المتهم الرئيسي. هاد الأخير قال باللي عنده إصابة في رجلو وما قدرش أنه يجلس لقدام، واختار أنه يجلس اللور مباشرة من مورا ياسين. المهم وسط الطريق باغتو المتهم من اللور وخنقوه بحبل، الشيء اللي خلى ياسين أنه يفقد السيطرة على الطوموبيل وتوقع حادثة خفيفة. من بعد هاد الشيء تمكنوا أنهم يسيطروا على الطوموبيل، وحسب المعطيات ديال الملف الهدف الأول كان السرقة ديال الطوموبيل والتليفون والسلسلة ديال الذهب. ولكن الجريمة تطورات بشكل خطير وسالات بالقتيلة. من بعد هاد الشيء حرقوا الجثة ديال ياسين باش أنهم يحاولوا يطمسوا معالم الجريمة. والمتهم الرئيسي حاول يبرر الأفعال ديالو أنه كان تحت تأثير المخدرات، ولكن الدفاع كان أكد باللي هاد الشيء ما كيعفيش من المسؤولية الجنائية. وزاد الشك من اللي بدل الأقوال ديالو بزاف ديال المرات قدام البوليس وقدام قاضي التحقيق. والمفاجأة الكبيرة في الملف هي أنه القضية فيها 9 ديال المتهمين، ما بقاتش 5 ولا 7. بعض الأشخاص متابعين بسبب عدم التبليغ على الجريمة وعدم تقديم المساعدة لشخص كان في خطر. ودابا راه تم إيداع 6 ديال المتهمين في سجن عكاشة، والتحقيق راه مازال مستمر باش يكتشفوا جميع التفاصيل والأدوار ديال كل واحد. المهم من هادشي كامل، الله يرحم ياسين والله يوسع عليه والله يرزق عائلته الصبر ويبان الحق في هذه القضية اللي صدمات الرأي العام المغربي. تبقاو على خير.